سلام حبيباتي، إن شاء الله كامل تكونوا بألف صحة وعافية يا رب. اليوم إن شاء الله جبت لكم كيك يومي يجي خفيف بزاف ويجي طالع ويجي بزاف بنين. إن شاء الله وصفة اليوم تنال إعجابكم. وقبل ما نروحوا للمقادير وطريقة التحضير، إذا كنت حبيبتي أول مرة تزوري قناتي مازال ما اشتركتيش فيها، نقولك اشتركي فضلا وليس أمرا، فعلي الجرس حتى يصلك كل ما هو جديد. وإذا عجبكم الفيديو حبيباتي ما تنساوش تبارطاجيوه مع الأهل والأصدقاء والأحباب وتبارطاجيوه في مواقع التواصل الاجتماعي، هكذا يطلع الفيديو ويعني وينال أكبر نسبة مشاهدة إن شاء الله. نوليو لوصفتنا. شوفوا البنات الكيك تاعنا كيفاه يجي خفيف، يعني يجي خفيف ريشه، يجي بزاف بنين. وشوفوا الشكل تاعو يجي رائع يعني. دوكا نروحوا مع بعضنا للمقادير وطريقة التحضير. اذا نبدا بسم الله. انا راح نخدم هنا في البيترا، نتوما تحبوا تخدموا بالباتور ولا بالفوي، يعني في زوج راح يصلح معاكم، ولكن من الاحسن اننا نخدموا بالبيترا ولا بالباتور هكذا، به يعني الكيك تاعنا يجينا بزاف خفيف كي نطلعوا السكر والبيض جيدا. اذا عندي 3 حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة، نزيد عليهم رشة من الملح، ونزيد عليهم كأس إلا ربع من السكر العادي. دوكا نفس الكأس اللي تكيلوا به راح تكملوا تخدموا به كامل المكونات. انا درت كأس إلا ربع، تقدروا يعني ديروا كأس كامل، ولكن يعني هكذا نقصوا شوية في الحلاوة. نحطوا البيض والسكر تاعنا يطلع جيدا هنا البنات حتى يصبح الخليط تاعنا ابيض ورغوي ويعني متكاثف، يتبدل اللون تاعو كما راكم تشوفوا فيه. دوك في هذه المرحله راح نضيف نصف كأس من زبده ذايبه وتكون بارده. هنا البنات نفس الكأس اللي كيلت به السكر درت به نصف كأس من الزبده ذايبه. هنا البنات هذا النصف كأس من الزبدة نبدأ نضيفه تدريجيا، وفي نفس الوقت نقعد يعني نحرك في الخليط تاعي، يعني ما نضيفوش دفعة واحدة، نقعد نضيفه تدريجيا كما راكم تشوفوا. هنا البنات اذا ما عندكمش الزبدة تقدروا ديروا الزيت، ولكن يعني صدقوني بالزبدة راح يجي بزاف بنين، يعني يجي هايل بالزبدة. والزبدة لازم تكون يعني بدرجة حرارة الغرفة، المكونات كامل يكونوا بدرجة حرارة الغرفة. نكمل كامل الكمية اللي عندي، ونولي هنايا البنات نزيد الحليب. الحليب تكون نصف كأس تاع حليب، نفس الكأس اللي كيلنا به، وثاني يكون بدرجة حرارة الغرفة. نضيف نصف كأس حليب، ونضيف انا زدت هنايا باطا تاع ياغورت باي ذوق تحبوا ديروها، المهم راح تزيد لنا بنه وتزيد لنا خفه للكيك تاعنا. دوكا بعد ما تجانسوا كامل المكونات راح نبداو نزيدوا المواد الجافه. اولا راح ندير ملعقه من لافاني، انايا الفاني نستعمل تاع الميزان تكون ريحتها بزاف مليحه يعني. ندير ملعقه صغيره مملوءه، لاني نكهته بهذيك الباطه تاع الياغورت ثاني تمدلو بنه وتمدلو ثاني ذوق وخفه ثاني. هنا راح نزيد نفس الكأس اللي كيلت به كامل المكونات، راح نديرو كأس مملوء من الفارينة، طبعا الفارينة تكون مغربلة من قبل، ونزيد عليها وحدة خميرة كيميائية. هنا البنات في هذه المرحلة نحاول هذيك الفارينة مع الخميرة الكيميائية ندخلهم جيدا في الخليط تاعي كما راكم تشوفوا حتى نذوب كامل هذيك الفارينة وتتجانس مليح، تولي يعني بهذا القوام. هنا في هذه المرحلة راح نقسم الخليط تاعي إلى قسمين. هنا البنات إذا حبيتوا يعني تخليوا الخليط يعني الكيك تاعكم يجيكم كامل أبيض، تقدروا هنا تكملوا تزيدوا الفارينة حتى تتحصلوا على القوام تاع الكيك المرغوب. ولكن أنا هنا راح ندير الكيك تاعي راح نديرو يعني رخامي. إذا قسمته إلى قسمين، القسم الأول زدت له زوج مغارف تاع كاكاو. هنا البنات راني بانت غير الملعقة الأولى تاع الكاكاو، من بعد ما تجانست لي جيدا وقعد لي هذاك الخليط شويه هكذا اشهب، زدت له ملعقه اخرى كاكاو، تحصلت على هذا يعني الخليط. هذا هو القوام اللي تحصلت عليه. هنا البنات راح نحطه جانبا، ونزيد الخليط الثاني راح نزيد له زوج مغارف تاع فارينه هكذا. يعني القوام تاع الكيك تاعي يكون هذا هو القوام اللي نحوس عليه. واذا كانت يعني البنات الفارينه تاعكم نتوما ما تشربش، تقدروا يعني تزيدوا حتى 3 مغارف ولا تاع فارينه.
هنا البنات دوك راح نجيب المول اللي راح نطيب فيه. انا المول استعملت هذا الزجاجي تاع الكيك، راح نخلي لكم المقاس اسفل هذا الفيديو، يعني القياس تاع هذا المول. وراح ندهنه بالزبده جيدا ونرشه بالفرينه هكذا، يعني باه ما يلصقش معايا الكيك تاعي، ويعني كي نجي نديموليه يطيح معايا فاسيلمون. راح نقسم الخليط تاعي الابيض واللي باللون تاع الكاكاو، يعني راح نقسمهم في زوج الى قسمين قسمين. يعني ندير نصف الأول أبيض، من بعد ندير من فوقه النصف الثاني لي بالكاكاو، من بعد ندير القسم الأخير اللي باللون الأبيض، وأخيرا يعني في الطبقة الأخيرة راح ندير لي يعني بالكاكاو. نحاول هنا البنات نعدل الطبقات تاعي ولا الطبقات يعني تاع الكيك كما راكم تشوفون، ونحط الطبقة الأخيرة اللي تكون بالكاكاو. هنا البنات في هذه المرحلة نحط يعني الفرن تاعي يكون مسخن من قبل، سخنته على 180 درجة مئوية هكذا، به كي ندخل يعني الكيك تاعي راح يطلع معايا ويتنفخ. هنا البنات بعد ما نعدل الطبقة الأخيرة كما راكم تشوفوا، نحاول نسوي يعني السطح تاعها هكذا على كامل الوجه. انا راح نجيب عود تاع شواء ولا كيردون ولا، وندير هذه الحركه هكذا باه يجوني هذوك التموجات اللي في الكيك، ولا يعني يجيني الكيك تاعي رخامي. راح ندير هذه الحركه اللي كانها يعني دوده، ولا نروح ونولي كما راكم تشوفوا. هذه باه يجوني هذوك التموجات ولا في الكيك هكذا. راح نلوح الكيك تاعي يطيب حتى يدي لي اللون يعني الاحمر من الاسفل، يعني هذا راهو شفاف نقدروا نشوفوا اللون، ومن الاعلى حتى يعني نثقبوه بالكوردون نشوفوا اذا يعني خرج الكوردون تاعنا ناشف معناتها راهو طايب. هنا البنات بعد ما طاب الكيك تاعي كما راكم تشوفوا هكذا نتيستيوه بهذا الكوردون، بما انه خرج ناشف معناتها راهو طايب. هنا دوك البنات راح نديمو ليه راح يعني يطيح معايا فاسيلمون، لان دهناه بالزبده. شوفوا البنات كيفاه يجي طالع، كيفاه يجي يعني طايب احمر. وهو سخون هكذا انا راح ندير له شوكولا تارتيني. هنا التزيين يبقى اختياري، انا حبيت نمسحه هكذا كما راكم تشوفوا، راح تذوب فوقه وتجي يعني بزاف بنينه هكذا. وانتم تقدروا ديروا كونفيتور، تقدروا يعني اي تزيين عندكم ديروه، تقدروا تذوبوا اي شوكولا ثاني وديروها. وعندي انايا هنايا هذا الروز المنفوخ كنت درت له شويه شوكولا هكذا باه نديرو في الحشوات تاع الكيك، وذاك يعني يقعد لي هكذا مقرمش. زينت به من الفوق كما راكم تشوفوا. والتزيين ثاني قلت لكم يبقى اختياري. كملت انايا الكيك تاعي زينته بشويه تاع سكر ناعم بوردات، وتشوفوا شكله النهائي ان شاء الله. إذن هذا هو الكيك تاعنا في شكله النهائي. شوفوا البنات كيفاه جا بزاف باهي. درت له انايا رشه هكذا من السكر الناعم، نزيد له يعني لمسه، ودرت له القليل يعني من شوش الورد هذا باللون الاحمر ثاني. والتزيين قلت لكم يبقى اختياري كما تحبوا تزينوا يعني تزينوه. زدت له شويه من الورقه الذهبيه تمد له هذيك اللمعه. ودوكا هنا البنات راح نقسم معكم قطعه باه تشوفوا يعني القوام تاعو كيفاه يكون. هنا البنات الكيك تاعي انا مازال سخون. شوفوا البنات كيفاه الشكل تاعو جا هايل، جا خفيف بزاف. نتوما هنا خليوه حتى يبرد تماما وباه تقسموه، انا يعني على جال التصوير برك. دوكا البنات كي يبرد راح تشوفوه معايا يعني في الشكل النهائي تاعو. شوفوا هنا البنات بعد ما قسمته جا هايل، يعني ننصحكم تجربوه دقيقة يعني تحضروه، سهل وسريع، والأهم أنه بنين بزاف ويجي أحسن من تاع المحلات. شوفوا البنات نقسم معاكم هنا قطعة به يعني تشوفوا مليح الخفة تاعو. شوفوا الشكل تاعو ثاني كيفاه يجي، يجي هايل وما يجيش ناشف يعني. شوفوا البنات كيفاه راهو خفيف. ان شاء الله هالوصفه تاعنا تاع نهار اليوم تكون نالت اعجابكم، ان شاء الله تجربوه وتنجحوا فيه وتبعثوا لي تطبيقاتكم الرائعه كما عودتوني دائما. وما تنسونيش بصالح الدعاء، ما تنسونيش بالدعاء حبيبات قلبي، ما تنسونيش بالدعم والاشتراك والبارطاج حتى يعني تعم الفائده.
وإن شاء الله الوصفة تاع نهار اليوم تكون نالت إعجابكم، إن شاء الله تكون خفيفة ظريفة عليكم، وما عليا غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء في وصفة وفيديو آخر إن شاء الله.